الموت علينا حق، كلنا عارفين ومؤمنين بكده، لكن تموت موتة فيها غموض ده اللي هيخلي الكل يسأل ويتحاور. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من داخل تشانل هبة FM، وأهلا بيكم من برنامج فوتبول كلاب. الحقيقة أنا مش عارفة ابتدي منين، بس قبل أي حاجة أسرة برنامج فوتبول كلاب بتقدم خالص العزاء والدعاء لنجم الزمالك الراحل أحمد رفعت رحمة الله عليه، وعلى جميع أمواتنا المسلمين. الحقيقة من ساعة رحيل خبر أحمد رفعت والسوشيال ميديا كلها مقلوبة، كل واحد بيقول حدث مختلف. الصراحة احنا بقينا عايشين في غابة مع ذئاب بشرية ما بتعرفش ترحم ولا بتعرف تسمع الصح، وحتى الصح بتحط التاتش الغلط بتاعها فيه. بس عشان ما نطلعش بره الموضوع، العالم كله بيسأل ايه سبب موت نجم الزمالك أحمد رفعت. طبعا اكيد حضراتكم شفتم بوستات كتير تخص النجم أحمد رفعت بأقاويل مختلفة زي اللي هتنزل لكم على الشاشة دي. طبعا هتسألوا دلوقتي وتقولوا طب ايه مصدر الفيديو بتاعي او اللي انا بعمله ده من هدف الحلقة؟ باختصار انا مش طالعه اقول احداث متوقعة، ولا هدخل نفسي في علم الغيب، ولا هقول احداث كان عندي علم بيها ولو 1%، حتى لو كانت صحيحة. وده لسبب واحد بس، ان احنا كلنا دلوقتي بنتكلم عن حق واحد رحل عن الارض لدار الاخرة، دار الحقيقة. يعني ما ينفعش نتكلم عنه اصلا غير بالحق والدعاء ليه وبكلمة طيبة. انا المرة دي طالعه سلمي في الحلقة، وانا وكل شعب مصر بنطالب بحق اللاعب والنجم العالمي الخلوق جدا قبل ما يكون عالمي أحمد رفعت. وبعد إذنكم لكل من وصله الفيديو ده، يا ريت يترحم على اللاعب أحمد رفعت، لأنه فعلا كان يستاهل كل الخير، وإنه اتظلم ظلم باين من ناس كتير داخل الملاعب بدون ذكر أسماء. بس نقدر نقول حاجة واحدة بس، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. يعني بالمختصر مفيش داعي إننا ننكش في ماضيه أو أي شيء يخصه، متهيألي ده أقل شيء يتقدم له. أما دلوقتي بقى تعالوا معايا سريعا كده نناقش الموضوع باختصار مع كابتن أحمد دويدار، المدرب العام للفريق الأول في النادي المصري الرياضي والمدير الفني لأكاديمية الزمالك سابقا. ابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوتبول كلاب. أسرة فوتبول كلاب بتقدم خالص العزاء والدعاء للنجم الراحل نجم الزمالك أحمد رفعت رحمة الله عليه وعلى جميع أمواتنا المسلمين. خلونا دلوقتي نرحب بكابتن أحمد دويدار، المدرب العام للفريق الأول للنادي المصري الرياضي. أهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن أحمد دويدار، بما إنك يعني من الوسط الرياضي، شايف وفاة الراحل أحمد رفعت ده طبيعي ولا وراه شيء آخر؟ والله حضرتك احنا طبعا بنقدم العزاء للشعب المصري كله بوفاة المرحوم الكابتن احمد رفعت. للشهود كلها اللي باينه بالنسبه لنا احنا دلوقتي ان كانت في حاجات ورا وفاة الكابتن احمد رفعت، بالبرامج اللي طلعت، بالناس اللي اتكلمت. طبعا مش هنذكر اسامي، لا في حاجات ربنا اللي يعلم بيها، وان شاء الله في اقرب وقت هتظهر. كابتن أحمد دويدار، يعني الضغط النفسي اللي حصل لكابتن أحمد رفعت، يا ترى مين اللي ممكن يكون السبب اللي وراه؟ بص حضرتك، هو في أسباب كتير مش سبب واحد. يعني عايزين السبب الرئيسي اللي أدى لده، ما أكيد في حاجة كبيرة، أكيد ده ما حصلش كده عادي. وفاة الكابتن أحمد في المرة الأولانية خلاص هو كان متوفي، سبحان الله ربنا بيحييه قضاء وقدر، بس سبحان الله هو ربنا أحياه تاني عشان في حاجات تظهر، وفي حاجات الحقيقة تظهر. لأن هو لما طلع يعني الله يكون في عون أسرته، دي حاجة طبعا بكتنا كلنا. اللاعب كان مضغوط ووراه ضغوط كبيرة جدا، بس هو كان يعني ما تقولي خاف ان هو يتكلم، او ان هو من طيبته ان هو ما قدرش لانه كان طيب وخلوق. لا طيب وخلوق جدا، ما قدرش ان هو برضه يواجه. بس في حاجات كتير يعني في الفتره الاخيره ظهرت، في برامج طبعا طلعت ظهرت، في كلام على المنشطات. ده لعيب كبير جدا ولاعيب منتخب مصر. طلعت الموضوع طبعا بتاع نادي طلائع الجيش ان هو اتسجن 6 شهور، وان هو برضه في ناس كتير قالوا حاجات لا، ما هو برضو في الايام الاخيره ظهر ان هو يعني مسؤول كبير كلمه على اساس ان هو يروح النادي الاهلي، وبعد نادي الاهلي طبعا هو الولد زملكاوي، واللعب يعني معلش انت ما تجبرش لاعب ان هو يروح كلنا اولاد مصر، تمام. انا العب بقى في الاهلي، العب في الزمالك، دي حاجه شخصيه. انت النهارده لما تغصبه ان هو يروح يلعب في النادي الاهلي، هو مش عايز يلعب في النادي الأهلي. طب انت عشان توديه النادي الاهلي اجبرته انه يروح النادي الاهلي بالعافيه، ضغوط. طب هو ما راحش، عملوا ايه؟
راحوا في امان ازاي، اتحبس من الاخر. عملوا له لا ده احنا هنسافر بره، وبعد بره تيجي من بره على على النادي الاهلي. اللاعب رفض، طب دخلوا له طلائع الجيش اتحبس 6 شهور. طب الكلام ده، طب يا ريت ناس من طلائع الجيش تقول الحقيقه، وان شاء الله باذن الله في اقرب وقت الحقيقه هتبان واحمد رفعت هياخد حقه. السؤال اللي بعد كده يا كابتن، هل اللي حصل للنجم الراحل احمد رفعت ممكن يحصل تاني مع لعيب اخر في الفتره اللي جايه؟ والله حضرتك في الاجواء اللي احنا عايشينها دي لا هيحصل تاني والتالت. هيحصل. مفيش التواصل خالص يعني، مش هيخافوا يعني، مفيش خوف، مفيش مش عارفه اقول ايه، مفيش الارم ممكن يحصل لهم كده يوقفوا كل التفكير السلبي اللي هم بيفكروا بيه ده؟ انا اقول لحضرتك حاجه، الكلام ده يقف امتى؟ لما المنظومه تتغير، لما المسؤولين يتدخلوا. عندنا وزاره الشباب والرياضه المفروض تتدخل، منظومه اتحاد الكره كلها لازم تتغير، المسابقه ذات نفسها الشكل العام بتاعها يتغير، التحكيم، كل حاجه في المنظومه الرياضيه لازم تتغير، ولازم تدخل سريع من وزاره الشباب. انت النهارده لازم، لا الناس دي لازم تاخد حقها. ما الله النهارده اتعمل مع احمد رفعت، هيتعمل معايا، هيتعمل مع ابني، هيتعمل مع اللعيبه كلها. ليه؟ انا النهارده بتفضلوا نادي على نادي، ما ينفعش. سيبوا اللاعب برغبته، يلعب للاهلي، يلعب للزمالك، كلنا برضو بنصب برضو لمصلحه المنتخب. يعني هو الموضوع رجع للمنظومه في الاول وفي الاخر، ده اكيد، ولازم تدخل سريع. شو اوروبا عامله ازاي؟ ما نتقارنش باوروبا، احنا الاساس المفروض، بس احنا اللي فكرنا مش واعي لينا، تايه مننا شويه. احنا عندنا كل حاجه حلوه، ومصر جميله، وكورتنا حلوه، وعندنا نجوم كويسه جدا، وعندنا قاعده ناشئين على مستوى كويس جدا جدا بالنسبه للفرق كلها. لا لازم نهتم بالناشئين، لازم نهتم بارواحنا فوق كل شيء. انا اخويا متوفي في الملعب، كانت سبب ظروف اللي وفاه برضو ضغوط، تمام، دي حاجه. تاني حاجه ما كانش في عربيه اسعاف، ميت في الملعب ازيد من نص ساعه، ما فيش عربيه اسعاف. لازم كلنا نقف ايد واحده عشان الراجل ده ياخد حقه على الاقل. ان شاء الله الحق هيبان، وان شاء الله في تطور هيحصل ان شاء الله الفتره القادمه، واحنا في انتظار دوت. سعدنا بلقاء الكابتن احمد ويدار، وان شاء الله تشرفنا في حلقات قادمه. والى الان سوف تنتهي حلقتنا، استنونا في لقاء وحوار جديد في الحلقات القادمه. كانت معكم اعداد وتقديم هبه جابر في برنامج فوتبول كلاب.